في عام 1981 تعرض العراق لغارة جوية مجهولة المصدر أدت لخسارة فادحة. تبين لاحقاً أنها غارة إسرائيلية اخترقت الأجواء العربية ووصلت لوسط العراق. بدأت القصة عام 1975 حينما قرر صدام حسين بناء مفاعل نووي عراقي بتعاون فرنسي، وفي غضون أسبوع من إعلان الاتفاق بدأ بناء المفاعل بالقرب من بغداد، وأطلق صدام على المفاعل اسم مفاعل تموز، وهو نفس الشهر الذي شن فيه الملك نبوخذ نصر الثاني هجومه على اليهود عام 586 قبل الميلاد. أكدت فرنسا والعراق أن المفاعل لأغراض سلمية، لكن الإسرائيليين افترضوا أنه خطر يهدد أمنهم. وجه الموساد كل جهوده بهدف تدمير مفاعل تموز، وأطلقوا عمليات تجسس وابتزاز واغتيالات مدبرة، كان أبرزها اغتيال العالم المصري يحيى المشد أثناء تواجده في باريس عام 1980. ويعد المشد ركناً علمياً أساسياً بمشروع المفاعل النووي العراقي، كما اغتيل غيره 12 من أهم العلماء العراقيين بين عامي 1980 و 1981. اكتشف الإسرائيليون بأنه لا شيء سيوقف صدام حسين من استكمال بناء المفاعل، فقررت الحكومة الإسرائيلية بالشروع بعملية أوبرا، وهي عملية عسكرية مفاجئة لتدمير المفاعل النووي العراقي. تعاونت المخابرات الإسرائيلية مع عميل فرنسي مهندس نووي كان يعمل بالمفاعل، قام بوضع أجهزة سمحت للطيران الإسرائيلي بتحديد مكان المفاعل. وفي يونيو عام 1981 خرجت 8 مقاتلات من طراز F-16 محملة بأطنان من المتفجرات، وتحرسها عبر الطريق 6 طائرات من طراز F-15. حلقت الطائرات بارتفاع منخفض حتى لا ترصدها رادارات في الأراضي الأردنية والسعودية، حتى وصلت إلى الهدف بوقت تم اختياره بعناية بفضل العميل الفرنسي، إذ كان موعد تبديل جنود الحراسة واستراحة الغداء للعاملين بالمفاعل. قذفت المقاتلات 16 قنبلة نحو المفاعل، واستغرقت عملية أوبرا دقيقتين فقط، أسفرت عن تدمير مفاعل تموز تماما ومقتل 11 شخصا، منهم العميل الفرنسي الذي ساعدهم على إتمام العملية. وبعد الكارثة أعدم صدام حسين عددا كبيرا من الضباط لعدم كفاءتهم، وقوبل الهجوم بانتقادات دولية حادة، واستنكره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بينما وصفت إسرائيل هذه العملية بأنها دفاع عن النفس. شاركنا برأيك، كيف أثر تدمير مفاعل تموز على العراق؟ إيكو عربي.